لنا كده بعد اخد مداخله المستشار مرتضى منصور. سياده المستشار يا دكتور عمرو ازاي حضرتك في الفرح؟ لسه مخلص الفرح دلوقتي. طيب الف مبروك. واعتقد طبعا الفرح ده كان يعني اكيد المشاكل اللي حصلت بعد الماتش دي اكيد خلصت فيه. لا كده حاجه ودي حاجه، هذه نقره هذه نقره. بس انا مش عارف مين عندك، بس قول الاستاذ اللي بيقول لك انا سمعت. لا استنى بس واحده يا موافق. لا واحده. انا معايا الاستاذ احمد الخضري ومعايا الاستاذ علاء عزت، واحنا بنتكلم على كان التراس اهلاوي مش وايت نايتس. لا انا عايزه فعلا وقفهم على الاهلي فعلا لما راحوا جابوا بول ورموه على عساكر الغلابه. الماتش كيما اسوان بالظبط كده. وقفوا على الاهلي لما راحوا جريوا ورا سيد معوض، واخد بالك، وكانوا عايزين يموتوه في مدينه نصر. فعلا وقفوا على الاهلي لما راحوا لعمرو جمال في تمرين مدينه نصر برضه. بس ده كان تلامس يا سياده المستشار. فعلا وقفوا على الاهلي يا اخي، تلامس. ده احسن وقفه. وقفوا على الاهلي لدرجه جميع ملاعب الجيش رافضه تستقبل الاهلي. وقفوا على الاهلي لجميع المحافظات اللي الاهلي بيروح فيها محدش عايز طايقه، محدش طايقه بسبب يعني شوف الاهلي الكبير العظيم ده اللي كان يروح المحله واسكندريه والمنصوره الدنيا يستقبلوا احسن استقبال، واخد بالك، محدش حد طايق بسبب الالتراس. فعلا وقفوا على الاهلي والله. لا بس خلي بقى، عايز اقول لحضرتك ممكن يعني مثلا وايت نايتس لما راحوا اقتحموا الاستاد ومحاولة ان هم يأذوا الوزير عمرو فاروق، من وجهة نظرهم ان هم بيقفوا مع الزمالك او رئيس نادي الزمالك، وممكن يبقى الوقفة من وجهة نظرهم ده كان مخطط، والقضية فيها ممدوح عباس، والكلام ده تم في مكتبه، والاتفاق تم بالليل في مكتب ممدوح عباس. الموضوع ما كانش كده جاي صدفة. خلي بالك كان في استعراض عضلات انا الاقوى مين الوزير دون. وانت لو تلاحظ انه قبلها ممدوح عباس كان عامل حديث مش عارف قنوات ايه اللي كانت مستضيفات قبل ما يخش موضوع التفتفه، كان بيقعد يقول للاتي انا بحذرك، انا هبعت لك جمهوري، انا هبعت لك. ده كلام فارغ. ده اللي يستوعب جمهور ده يبقى انسان ضعيف. تمام. انت تستوعب بطولاتك. النادي الاهلي يستوعب بطولاته يا استاذ علاء بالكؤوس والدروع اللي عنده. ده يستوعب بيها، مش يستوعب عيال بلطجيه تصيع وتقول لي خدموا النادي الاهلي في ايه؟ خدموه في ايه؟ يقول لك جميع انديه الجيش. طب اقول لك حاجه، محمود حمدي ده الاهلي طلبه، الوحش ده اللي الناس عم بتقول وين خلاص. وانا شفت الفاكس اللي راح للامانه العامه، رفضوا، قال لك ما فيش حد عندنا هيروح الاهلي عشان بيشتموا جيش مصر. في اكتر من كده بقى وصلنا ليه؟ ايوه بس يعني طيب خلينا احنا بنتكلم موضوعنا عن عوده الجماهير. بقى لنا جماهير الالتراس مش هتعود الجماهير. ايه؟ جماهير اللي فيها الالتراس مش هتعود الجماهير. ما هي دي المشكله فعلا، ما دي المشكله احنا لا احنا حليناها احنا والاهلي وبقيه الانديه خلاص. الكارنيهات يا باشا اللي اتعملت. الالتراس بيعمل ايه؟ يقول لك انا بخش من غير تذاكر، انا البلطجي بتاع البلد. انا 25 يناير الله يخرب بيت كان يوم اسود يوم في التاريخ 25 يناير. من يوم ما مصر مش عارفه تقوم. خلاص؟ هو ما عطاش تذاكر. بالكارنيه ده قلنا لا يا حبيبي هتقطع تذكره، مش هتخش الماتش الا بالكارنيه والتذكره بتاعتك. ومش هتشتري تذكره لما يكون معاك كارنيه، تمام؟ هو ما يشتريش. اتنين بيقول لك انا ما تفتش. ليه يا حبيبي؟ لا اصل انا الباشا بتاع البلد، هتتفتش غصب عن اهلك. هو اصلا عشان كده تلاحظ في ماتشات المنتخب هم مش بتوع منتخبات. كل اللي راحوا ماتش المنتخب اللي فات ده الاسر المحترمه، الجمهور المحترم العادي. خلي بالك ولو اتسرب 200 300 واحد وراحوا دخلوا قعدوا يتنططوا زي الورود كده، دول لما بيلاقوا 70,000 بيبقوا قاعدين جزم قديمه ما بينطوش. هم بيفتروا امتى؟ لما بيكونوا لوحدهم في الملعب. هم ده نظامهم، يرمي الشمروخ، يضرب عسكري مش عارف ايه، يولع في ايه. اوعى تنسى ان هم اللي قتلوا بعض في بورسعيد. اوعى تنسى ان هم اللي قتلوا ده المحكمه اللي قالت محكمه جنايات مدينه نصر قتلوا العيال في الدفاع الجوي. اوعى تنسى ده. فخدمونا لا خدموا الاهلي ولا خدموا الزمالك، ومفيش ماتش حضروا الاهلي بصراحه والزمالك. بالعكس ده في غرامات بتقع على الاهلي والزمالك بسبب الاتلاف اللي بيعملوه في المباريات. يا فندم الماتش اللي فات سرقوا تذاكر بحوالي 60-70 ألف حاجه كده يعني، تمام؟ ضربوا الراجل اللي بايده التذاكر. انا كنت في ملعب فبيجيبوا لي التذاكر، ضربوه خدوها مني ودخلوا بيها، تمام؟ الجمهور المحترم طلع في 5 دقايق ودول قعدوا خلاص، راحوا مكسرين استاد الدفاع الجوي. جالي فاتوره 375,000 جنيه. دول مجرمين. الجوي ولا كان برج العرب؟ برج العرب دول لقوا في الدفاع الجوي برضه جالي فاتوره ب 400,000 عادي. دول مجرمين، دول عيال مجرمين، مش هم مجرمين واهاليهم مجرمين. عارف ابوه مجرم؟ لانه مش عارف يربيه. عارف لو هو عارف يربيه
مش كل يوم الواد يتمسك ويقعد يعيط وابني في الكليه وابني في الجامعه. تمام. بس احنا سياده المستشار احنا كنا بنتكلم ان الظاهره دي بقت بالانفلات ده من بعد 2011 من بعد الثوره المجيده. لا ما مش ثوره مجيده، اسود في تاريخ مصر. لا بعد كده ازدراء الثوره وده ضد الدستور. بقول لك ايه، انا سعيد بالثوره دي اللي بص حرقوا 86 محكمه. يا سلام على الثوره. اقتحموا كل اسلام مصر وولعوا فيها وطلعوا المساجين المجرمين. يا سلام على الثوره. سرقوا الاحراز والفلوس والسلاح. يا سلام على الثوره. اقتحموا السجون وطلعوا المجرمين الارهابيه. يا حبيبي يا ثوره، كان عندي 36 مليار الدولار دلوقتي شوف بكام. يا حبيبتي يا ثوره، يخرب بيت ام الثوره دي. دماغنا وجعنا، عرفنا. يقول لك ايه، البلد المصانع قفلت بس الثوره مجيده. الارهابيين طلعوهم من السجون ودلوقتي موجودين في سينا بيحاربوا ولادنا في شبابنا والجيش والشرطه بس الثوره المجيده. اللي قال بقى قلت لا لما كبرت ضربوا ورئيس الجمهوريه صورته وحسن مبارك انا بالجزمه لو تفتكر بنت الكومبارس. تقول له يا ابني الكلب. قلت يا جماعه دي بدايه الانهيار الاخلاقي. حسن مبارك هي اللي تودوه محكمه، هيتحاكم قدام محكمه، هيتحاكم قدام التاريخ، هيتحاكم قدام ربنا. تمام. هي دي زفت الطين الثوره بتاعتهم. دي اللي جابت لي خالد يوسف وايمن نور وانا دايما اقولها كلامي واضح. يا سياده الرئيس مش ثوره 25 دي ثوره. امال حضرتك جيت في 30 يونيو ليه؟ هو في ثوره يقول لك اصل اتخطفت، هي روحيه اللي اتخطفت. هنهرج مش عايز اتخطفت. دي نكسه اسوأ من نكسه 67. ولما هي ثوره قيادتها مين؟ قلب التاجي والبديع وصفوت حجازي وايمن نور. لما ترجعوهم بقى مرسي. مش هم قياده الثوره، مش يقولوا خد الثوره. يا ريت ما حدش يقول لي ثوره. دي اكبر مؤامره حصلت في وبعدين ما احنا شفنا الراجل فضحها ترامب، فضح الوليه المجنونه دي اللي سيتت. ولا بقول لك ايه، ما انت اللي دمرت عربيه عربي وزفت الطين ايه، ما انت اللي دمرت العالم العربي كله. يا راجل انا والله العظيم بيصعب عليا، والله العظيم بيصعب عليا. انا بقابل سوريين كتير هنا، سوريا وناس كانوا مليونات في بلادهم جيل هنا اللي بيبيع فول وبيبيع طعميه. طبعا مش عيب بس ناس اتبهدلت. بيصعب عليا الليبيين. انا شفت طفله ليبيه كنت بتعشى في مطعم عندها 4 سنين، ابوها مات من اسبوع وامها وجدتها جايين هربانين من ليبيا. في ايه يا جماعه؟ ثوره ايه وزفت الطين على دماغهم؟ ثوره ايه وزفت ايه؟ حاجه تجنن. وهي الدولار كان ب7 دلوقتي ب16 بالك بس كان في ثوره. خلي بالك اوعى تسير على الثوره. ثوره ايه وزفت الطين ايه على دماغهم؟ انا ده الواحد قرفان قرف وبعده قرف يا دكتور. طب خلينا نرجع تاني للحاجه اللي بنحبها وكره القدم اللي هي المفروض تكون متعه. احنا كنا بنتفرج دايما على نادي الزمالك، كنت بحب اتفرج على الزمالك عشان بستمتع، لعيبه حريفه وشغل عالي بيتعمل، وطبعا بيبقى فيه مكسب. انا ما كنتش احب الزمالك يكسب، كنت احب اتفرج على الكوره. دلوقتي الزمالك بيكسب وما بتفرجش على الكوره. وشفت حضرتك طلعت بعد المباراه النهارده وقلت ان حضرتك نفسك مش مبسوط، حتى قلت كلمه انا طقهان قرفان، قلت كده مع كابتن شوبير. مع كل الكباتن. ده حضرتك دلوقتي مع كل الكباتن. كل الكباتن. هل ده معناه ان في احنا هننصب على الجمهور؟ لا الحقيقه باينه. احنا هنضحك على الجمهور. احنا تحملنا الجهاز ده في افريقيا علشان القايمه كانت كله عنده 13 لاعب مثلا. انا النهارده عندي كام لاعب جاهزين؟ 25. ليه القايمه 29 كان عندي 4 مصابين، يبقى عندي كام واحد جاهز؟ 25 اللي هي قايمه بتاعت السنه اللي فاتت يعني. اللي هي قايمه برافو عليك السنه اللي فاتت. انا ما اغلبش طنطا 1-0 ضرب الجزاء وهو بيلعب 10. انا اسف. طبعا انا بكمل الاحترام لنادي طنطا واهل طنطا وكابتن شوبير عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنتكلم على طنطا ان فريق صاعد وبالورقه والقلم 4 نقط. يا فندم ده فريق الاخير وده فريق اللي كان لسه واخد الدوري السنه اللي فاتت. تمام. احنا طنطا دي اعظم بلد وبحبها وبروح اتمشى فيها ومع اسكندريه. تمام. واللي شعبها شعب عظيم وفيها فريق محترم ومدرب محترم. رئيس النادي بتاعها فايز عليه ده من الشخصيات المحترمه. تمام. انا بتكلم في الامكانيات. تمام. لما تيجي تقول لي طنطا ولا الزمالك اقول لك يعني ازاي؟ انا بتكلم في امكانيات. مدرب الزمالك بياخد كام؟ مدرب طنطا بياخد كام؟ اللعيبه اللي الزمالك اشتراهم بكام؟ اللعيبه بتوع طنطا جبناهم بكام؟ امكانيات هنا وامكانيات هنا. احنا بنتكلم عن امكانيات. تمام. واخد بالك؟ فانا ما اغلبش طنطا اوانطه وما اغلبش المصري اوانطه. انا مش فرحان. الزمالك طول عمره فن وهندسه. انا لا شايف فن ولا شايف هندسه. ده رقم 1. رقم 2 انا حضرتك تقصد اوانطه ان الحكم كان ظلم طنطا النهارده؟ لا هو ظلم فيه. لا هو ضرب جزاء طبعا ضرب جزاء.
لا كان طنطا ليه ضربة جزاء او ضربتين جزاء حاجة كده. لا ضربة جزاء طبعا سليمة 100 ده رضا العزب دخل في رجل الواد ده ضربه بالشلوت. ده بتاعت الزمالك كان في ضربة جزاء لطنطا، حضرتك شايفها ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ يقول لي فكرني بتاعت ايه، ما انا كنت عارفان في واحدة لشاوي السعيد، في واحدة لحسني شد يعني. المهم اللي حضرتك شايف او انت يعني اسوأ تحكيم السنة دي حتى لو كان بيحكم لصالح الزمالك. عايز مين اكتر من كده؟ اسوأ تحكيم يا رضا بلتاجي، اسوأ تحكيم السنة دي اللي شايفه بصراحة. لا ده ناس بتبلطج على الكل، واخد بالك؟ انا بقول النهارده انت راجل النهارده يا استاذ مؤمن، انا قلت لحضرتك ممنوع تعمل مداخلات في التلفزيون الا باذن. تمام؟ احنا مش قاعدين في طابونه. حضرتك عملت مداخله مع الكابتن مدحت شلبي، قعدت ساعه تقول انا كده واذا كان عاجبكم وعايز امشي. تمام؟ اذا كنت انت فاكر انت كنت عايز تاخد يافطه انك مدير فني الزمالك عشان تضرب اي نادي تاني، صدقني الكلام ده هيبقى مش مظبوط. ليه؟ انا عايزك تبقى طالع واخد بطوله. هو ميدو مش واخد بطوله ولا مش واخد بطوله؟ هو واخد كاس مصر. مظبوط. بس قلت انا اديتك الفرصه. كابتن مؤمن خد كاس مصر برضه. لا كابتن مؤمن جه اخر ماتشين، خلينا نتكلم بقى يعني في النهايه برضه كمل. لا مؤمن لا ميدو كان واخد الماتش الكاس كلها. خلي بالك، لكن مؤمن واخد ماتشين. مع احترامي الشديد ليه يعني حضرتك تطلع تتكلم ازاي وبمناسبه ايه ومين اذلك؟ هو حضرتك شغال في طابونه وتقول انا هو كده وانا نظامي كده واذا كان عاجبه ولا مش عاجبه ولا لا يا حبيبي ما تقولش الكلام ده عندنا. وبعدين يا اخي ما انا رئيس نادي وبنتقد مليون مره. خش على مواقع اقول لك حاجه، موقع عبيط كده اسمه المختلط، تمام؟ عاملين شويه بنات سفل. عارف سفل ليه؟ لانهم حاطين صوره مرزباخ او رئيس نادي يهودي. تخيل مرزباخ اليهودي حاطين صورته. يعني شوف وصلنا السفاله انهم حاطين صوره اليهودي. طب حط صوره ولد ده حسن حلمي، عامر، جلال ابراهيم، وحاطين لي صوره واحد يهودي من 1911 وانتوا كنتوا فين؟ انما شغل السفاله وقله ادب اللي احنا فيه ده قله ادب يعني، مش مشكله كل ده. احنا بننتقد. حضرتك انت كمتفرج وراجل كنت رئيس نادي قبل كده ولعبت كوره، انت راضي عن شكل الزمالك الاربع ماتشات اللي فاتوا؟ لا طبعا. الاخ الخضري راضي؟ لا طبعا. الاخ علاء راضي؟ طبعا الاخ علاء راضي. ده راضي قوي. الزمالك واحد يولع فيه وقال لك الزمالك ياخد البطوله بس ما يروحش اليابان. ما يروحش اليابان. يا عم علاء لا خد بطوله ولا راح اليابان. ربنا بقى بيحبك ازاي يتم مع بعض. تمام. طب انا قبل استاذ علاء عايز اسال حضرتك سؤال واستاذ احمد يسال حضرتك سؤال. السؤال بتاعي انا يعني كابتن مؤمن موجود ولا مش موجود؟ لا كابتن مؤمن لو مش بالطريقه دي مش هيبقى موجود. ليه بقى؟ انا عندي مشكله صغيره مع لاعب اسمه علي جبر، صغيره جدا. ما ينفعش اضخمها قبل ماتش كده، ما ينفعش. ايه غرامه 10000 15 اي حاجه؟ لا ده كانوا واقفينه. لا انا الايقاف دي كاني بعاقب. يا فندم كانوا واقفينه، وانا لما سالوني قلت لهم انت بتخرق عن نفسك؟ ما كاني بعاقب. انت حاطط طبعا في عينك يعني مثلا؟ انا مش فاهم. انت عايز لاعب بيغلط ربيه بالفلوس. تمام. انما كل شويه ده متعور يعني نص الفريق كان في المستشفى ونص فريق اوقف انا مش فاهم بصراحه. ادي واحد. نمره اتنين وتضخم الموضوع والمواقع وعلي يا اخي علي متحمس عايز يلعب. ادي واحد. نمره لا انا اتكلم لازم اتكلم. انا قائد المركب ده والمركب فيها خرام. حضرتك دلوقتي عندك عربيه ما ينفعش تروح تغير الموتور، واخد بالك ازاي؟ حضرتك بتغير الموتور عايز تغير الشكمان، عايز تغير الدركسيون، عايز تغير الزماره، عايز تغير الكاسيت، ماشي. الموتور هو ايه بقى؟ فيه عمود فقري في الفريق. الجون الاثنين اللي قدامه خط النص ده العمود الفقري كده ماشي مظبوط. تمام. طب شناوي عشان قلنا الراجل ترجع له الثقه تاني، تمام. حضرتك بتطلع محمود حمدي ليه وبتطلع علي جبري طارق حامد وطارق حامد. نعم وطارق حامد